ركراكي اللي هو تصريح فاجئ الجميع اليوم، هو تصريح عادي من المدرب المغربي. خلينا نسمعوا شنو حكى وبعد كده نرجعوا باش نحكيوا عليه ونعملوا قراءة فيه. ابخي على لا كيسيون ديال المسار تقسات ولا ما تقساتش عليه باللغه ديالي باش العربيه ديالي ما تزلقش تقولوا مي سي با كيك شوز كي مانتيريس. اي واحد عنده لو chemin ديالو. Bien sûr on était déçus pour eux parce que كيبقاو خوتنا، on était aussi content pour le Congo. moi je regarde le Maroc، ما عندناش ديك الدرابو غنقولوا حنا لاعبين على العرب ولا على حنا لاعبين على المغرب بحال ديما اللي كنقول. on est dans une compétition africaine. وقلتها قبل justement par rapport à ma suspension، je veux pas qu'il y ait de clivage encore des équipes maghrébines, arabes ou là. La réalité, l'Ikaina, c'est que bien sûr que c'est compliqué pour les équipes d'Afrique du Nord. Et quand je l'ai dit, la Coupe d'Afrique, on me disait là, qui est favori. La réalité, elle est que toutes les équipes d'Afrique du Nord, à part nous, la Mauritanie, qui sommes encore en vie, sont éliminées. Et très tôt dans la compétition. Ça veut dire que pour le moment, ce qu'on fait, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est faire mieux et pas se cacher. Ce ne sera pas une excuse. Maintenant, nous, on est dans notre mission. Comme depuis le début, on est en mission et on est concentré sur notre mission et que sur nous. هذا ولد ركراكي مدرب المغرب، قليل باش تلقاه يحكي بالمغربي يهدر بالمغربي كما يقولوا. هما يقول راهو اون ديسيو، يعني يقول رانا احنا متغشين اللي خرجوا البلدان العربيه، لكن انا نكمل الشمام نتاعي وجيت لهنا على هدف، والهدف باش نوصل له. يقول كذلك اللي يخرجوا بكري البلدان العربيه هذا وراهم يعني ما عنده حتى اهتمام. صحيح احنا عرب من تاسفنا، لكن انا مركز على المنتخب المغربي. مروان تاج وري بونسي لا ميم شوز. كان جا مدرب المغرب راهو انا ناخذ كلمه ما يسالش. شوف باش نقول لك حاجه، وعنده الى انتيرمون ريزون راكراكي. انا والله الهدف من عديت لانه ذكي برشا في الاتصال الامام. ذكي برشا. تشوف انت قبل كاس العالم وقت اللي خذا الفريق قال له ما انا حد شيء. قالوا له انت عندك مزهار، قال لهم انا حد شيء، باش نولي شخص عظيم من اجل جراس وجوار. وشوفنا حتى كي يخرج رومبلاسون يمشي يحكي مع الانترونور، يوريك الكومونيكاسيون ويعرف روحه شنو. في نفس الوقت راهو الكلام اللي قاله هذاك، في نفس الوقت هو فرحان زاد بخروج الجزائر ومصر وتونس، لان هذوما الفرق هذوما القدام كانوا ينجموا يقلقوه. حاجه اخرى، مصر لازم تنجم تلوم كان انفسها بالديسكور اللي قاعدين يعملوا فيه. مصر من عام 2010 ما هزتش كوب دافريك. صحيح. دونك ماهيش اليوم جديده الحكايه باش مصر نجموا نلوموا عليها ولا نقولوا اليوم. الجزائر نفس الشيء. شنو اللي خلى اليوم الجزائر؟ لكن 2017 2021 فيناليست مصر. فيناليست ما هزتش دوبي 2010 ما هزتش. اليوم انت كي تشوف انت الفريق الجزائري 2019 يهز كاس افريقيا، ومن بعد يتكلم راكراكي اللي اسمه جمال بن الماضي اللي كانت نقطه القوه نتاعو الكوميونيكاسيون، يقول لك لا كوب دافريك نو نوز انتيريس برو، نحب الكوب دي موند. إليميني في الكوب دافريك اللي بعد 2019 ما يترشحش لكاس العالم 2022 اللي خلى حاجه وحاجه اخرى في الكاس العالم الاخرانيه اللي 2022 اللي ما ترشحش فيها. كانت تفكروا مباراه وقت قبل مباراه الكاميرون قال احنا سانوز انتيريس بلو لا كوب دافريك، احنا نحبوا الكوب دي موند نهزوا كاس العالم. اليوم جمال بالماضي وقت اللي يحكي لك زاده ونشوف نسمع في التصريحات نتاعو اللي قاعد يعمل فيها توا، يقول لك انا وطني والجزائر وتوا قاعد تعمل في دي بريسيون على البلاد نتاعك باش يخلصوك في الرواتب نتاعك خاطر عنده كونتراتو برولونغاسيون دو كونترا جيسكون 2026. الحاجه اللي تنجم تمنع المشاكل هذيا وتخرج من الباب الكبير هو ان سي اون سوسيتي بريفي اللي قاعده تخلص فيه وراتب كبير برشا، ياخذ في 700,000 دينار في الشهر. معناها يوريك اللي اليوم راهو هذوما الناس هذوما اللي يعرف. انا راكراكي انا نحبه برشا، ونقول اللي الشيء اللي قاعد يعمل فيه مع الفريق المغربي يوريك اللي التواضع نتاعو خلات اللي ثم ان سوكسي كبير برشا قاعد